إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نواصل إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد. ومعلوم أن الأصل في بني آدم هو التوحيد، وأن الشرك دخيل عليهم وهو طاري عليهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. وأول ما وقع التوحيد أو أول ما حدث الشرك في الأرض كان في قوم نوح، فعبدوا صور وتماثيل لرجال صالحين. نبدأ إن شاء الله في باب الخوف من الشرك. فالمؤلف رحمه الله جاء بهذا الباب لأن الإنسان لا بد أن يخاف من الشرك، والشرك خطورته أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. لذلك المؤلف رحمه الله جاء بهذا الباب. لا يكفي الإنسان أن يعرف التوحيد ويعمل به، فلا بد أن يتعلم ضده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالإنسان إذا كان لا يعرف الشرك يقع فيه. فلذلك المؤلف رحمه الله جاء بهذا الباب أن الإنسان لا بد له أن يخاف من الوقوع في الشرك، لأن الإنسان لا يدري عن أمور الجاهلية ويحسبها دين وقد يقع فيها. فلذلك الشرك يعني أمره خطير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. لذلك المؤلف جاء بهذا الباب، باب الخوف من الشرك. وبدأ هذا الباب بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما يعني تعودنا أننا نأتي أولا بشرح معاني الكلمات، ثم بعد ذلك نشرح الآية، بعد ذلك ننتقل إلى الفوائد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فنشرح معاني الكلمات. إن الله لا يغفر أن يشرك به معناها لا يغفر لعبد لقيه يعبد معه غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به معناها لا يغفر لعبد لقيه يعبد معه غيره، أو أن الله لا يغفر لعبد يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك معناه أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب غير الشرك لمن يشاء، أي لمن يريد أن يغفر له. لمن يشاء معناه لمن يريد أن يغفر له. ومن يشرك بالله هذا معناه ومن يعبد معه غيره، أي ومن يعبد معه غيره فقد افترى. افترى معناه كذب، لأن الله لا يعبد معه أحد، أنه الرب وأنه الخالق وأنه المالك وأنه الرازق وهو المستحق للعبادة. قال فقد افترى معناه إثما يعني ذنبا عظيما. طيب إن شاء الله لشرح معاني هذه الآية. لما كان الشرك من أخطر يعني الذنوب وأقبحها وأشدها عقوبة، لأن الشرك فيه يعني من تنقيص لله سبحانه وتعالى وتشبيه الله عز وجل بمخلوقاته. فالشرك أمره خطير. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يغفر للذي مات عليه. إذا الإنسان مات يعني على الشرك ولم يتب منه فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. أما من مات على التوحيد وعنده بعض الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالمغفرة. معناه الإنسان مهما بلغت ذنوبه عنان السماء فهو موعود بالمغفرة، وهذه المغفرة وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يغفر أن يشرك به معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات على الشرك. فلذلك إخوة والأخوات لا بد لنا أن نخاف من الشرك ولا نقع فيه. لا نقع فيه. بعض الناس يقلل من قيمة الشرك، يقول أنتم دائما تتكلمون عن الشرك وغيره، ونحن في العصر المتطور وعصر التكنولوجيا، فلا بد للناس أن يعرفوا ما كان عليه الجاهلية، ما كان عليه الجاهلية،
ولا بد أن نتعلم العقائد الباطلة حتى لا نقع فيها، وحتى نرد على أصحابها الذين يعني فارغوا الفطرة السليمة. لذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة. السبب في ذلك قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. مثلا الآن كثير من المسلمين يدعو الأموات، يدعو عبد القادر الجيلاني ويطوف بقبر البدوي، ويعتقد أن هذا الدعاء ويطوف بالمزارات يعتقد أن هذا من الدين. لذلك بعض الناس يحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد أن هذا من الدين. فالإنسان إذا ما تعلم الشرك كيف له أن يجتنبه؟ كيف له أن يجتنب الشرك؟ فلذلك نقول لا بد لنا يعني أن نحذر من الشرك، خصوصا في البلاد الإسلامية، خصوصا في البلاد الإسلامية. فالباب، باب الخوف من الشرك، باب عظيم. والأنبياء إبراهيم عليه السلام، شوف هذه الآية الله سبحانه وتعالى يتكلم عن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناه أن الإنسان الموحد مهما يعني وقع في الذنوب ومهما كانت يعني ذنوبه عظيمة فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. معناه لا يغفر أن يشرك به، هذا يدل على خطورة الشرك. فالله لا يغفر للمشرك، مع أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، مع أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، لكن المشرك لا يدخل في هذه الرحمة لعظم جرمه. المشرك لا يدخل في هذه الرحمة لعظم جرمه. فلذلك العلماء قالوا أن المعاصي قد تكون لها أسباب ودوافع. الذي يسرق قد يكون له أسباب ودوافع، كذلك الذي مثلا يعني يشرب الخمر قد يكون له أسباب وله يعني دوافع. أما الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى فنقول له ما هو الدافع أو ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك العلماء قالوا أن المعاصي قد يكون لها أسباب جعلت الإنسان يقع فيها. الإنسان عنده شهوة، والإنسان قد يكون عنده ظلم في نفسه، فلا يغفر الله سبحانه وتعالى لخطورة الشرك. من مات عليه فإن الله لا يغفر له. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك ويغفر جميع الذنوب، فهذا لا بد لنا أن نخاف نحن على أنفسنا كما خاف الأنبياء عليهم السلام جميعا على أنفسهم من يعني الشرك. فلذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك معناه يعني رجل في بني إسرائيل، هذا الرجل سرق وزنى وقتل، ما من معصية إلا وارتكبها. هذا الرجل ما من معصية إلا وارتكبها. فلما دنا أجله جمع أبنائه وقال: أي بني، أي أب كنت لكم، يعني أنا كيف كان تعاملي معكم؟ فقالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فحرقوني وزروا جسدي في الريح. قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. معناه لئن الله سبحانه وتعالى قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. فلما مات أبنائه حرقوه وانتظروا يوما عاصفا وذروا هذا الرماد في الريح. الله سبحانه وتعالى قال له: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ يعني ما الذي جعلك أن تقول لهم حرقوني وذروا جسدي في الريح؟ هذا الرجل قال: يا رب مخافتك، أي أنا مع ذنوب الكثيرة، مع ظلمي، قتل وزنى وسرق، قال: يا رب مخافتك، أنا أخاف منك. فالله سبحانه وتعالى قال له: بمخافتك إياي قد غفرت لك، بمخافتك إياي قد غفرت لك. أدل هذا معناه يا إخوة على أن في الكتابة يا إخوة، الكتابة فتحت لكم في المجموعة لمن أراد أن يسأل أو يكتب الفوائد. كتابة نعم، أو معاني الكلمات. نعيد ثاني: معاني الكلمات لمن أراد أن يكتبها في الدردشة. قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناها لا يغفر لعبد لقيه يعبد معه غيره أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. ما معنى ويغفر ما دون ذلك؟ يغفر ما دون ذلك معناه يغفر جميع الذنوب غير الشرك لمن يشاء، معناها لمن يريد المغفرة له. افترى أي كذب، وإثما معناها ذنبا عظيما. فبينا أن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشرك، بما أن الله لا يغفر له معناه أن الجنة عليه حرام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله، معناه من يشرك بالله في العبادة أو في الدعاء أو في الرجاء أو في التوكل أو في الخوف أو في الإنابة، أو أن يدعو مع الله. الذين يدعون عبد القادر الجيلاني
كالذين يدعون عليا مع الله، كالذين يدعون البدوي، هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال عنهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، معنى أن الجنة حرام عليه. طيب لو إنسان حرم عليه الجنة أين يمشي؟ هل في شيء اسمه أجلس خارج الجنة؟ لا. فإذا الله سبحانه وتعالى حرم عليك الجنة معناها ومأواه النار، ومأواه النار معناها مأواه أبدي، أي خالدا في النار، فالمشرك يخلد في النار. أما صاحب المعاصي هو تحت مشيئة الله، إذا كان الإنسان لم يفعل كبائر أبدا فهذا يدخل الجنة، أما إذا كان وقع في الكبائر ولم يتب منها هذا وإن دخل النار لا يخلد في النار، وإن دخل النار لا يخلد في النار. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناه كذلك يقول إنه من يشرك بالله أي من يدعو غير الله، كمن يدعو البدوي، كمن يدعو عليا مع الله، كمن يدعو الحسين، وبعض الناس الذين يدعون الناس إلى عبادتهم. يعني عندنا بعض الصوفية في السودان يقولوا في أشعارهم مريدي تمسك بي وكن واثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة، وأنا لمريدي حافظا مما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوه. شوف هذا رجل صوفي يقول وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. هذا هو الشرك بعينه. فكذلك بعض الناس يقول في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي. فالله سبحانه وتعالى قال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، معناها المشرك هذا يوم القيامة ليس له شفيع أو ناصر يأتي فيشفع له عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذين وقعوا في المعاصي مهما كانت هذه المعاصي شرب خمر أو زنا فيشفع فيهم الأنبياء، يشفع فيهم الملائكة، يشفع فيهم المؤمنين. فمعناها أصحاب المعاصي لهم شفاعة يوم القيامة ولهم أنصار يوم القيامة. يعني الرجل إذا مات على التوحيد وكان عنده معاصي يوم القيامة يشفع فيه الملائكة، يشفع فيه الأنبياء، يشفع فيه المؤمنين. لكن المشرك الله سبحانه وتعالى قال إنه من الله فقد حرم الله عليه الجنة، ومعنى حرم معنى الجنة ممنوعة عليه. لا يمكن للمشرك أن يذوق طعم الجنة أو أن يشم رائحة الجنة، لأن المشرك في الدنيا الذي دفعه للشرك ليس عنده سبب. يعني هل غير الله يعني يسمعك مع الله؟ هل غير الله يكشف الضر؟ فلماذا أنت تترك الله سبحانه وتعالى الخالق، الله المالك العظيم الجبار المتكبر، الله سبحانه وتعالى السميع العليم البصير، تترك الله سبحانه وتعالى وتدعو ميتا فتقول مدد يا علي أو تقول مدد يا حسين أو تقول مدد يا عبد القادر، فأنت بذلك تكون مشركا. فالله سبحانه وتعالى يعني بين أنه يغفر جميع الذنوب ما عدا الإشراك بالله عز وجل. فلذلك نقول لا بد أن نخشى على أنفسنا من الوقوع في الشرك وخطورته. فلذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشرك نجس نجاسة معنوية، معناها النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية والنجاسة معنوية. فخطورة المشرك أنه نجس نجاسة معنوية، لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلذلك لا بد أن نخاف على أنفسنا من الشرك ومن هذه الآية. طيب هذه الآية فيها فوائد، نكتب يا أخوان نكتب فوائد الآية. أول فائدة نقول من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار. من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار. من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار. كتبنا من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار. طيب قلنا المشرك إذا مات على الشرك الله سبحانه وتعالى لا يغفر له هذا الشرك. أما الإنسان إذا مات على الزنا، إذا مات على شرب الخمر، إذا مات على أشياء ثانية، هذه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما إنسان مات على يعني الشرك بالله عز وجل فهذا الله سبحانه وتعالى لا يغفر له أبدا.
فلذلك المؤلف جاء بباب الخوف من الشرك. إذن أول فائدة نقول من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، ومعنى وجبت له النار أي خالدا فيها لا يخرج منها. الفائدة الثانية من مات على التوحيد، نكتب من مات على التوحيد، من مات على التوحيد وعنده، نقول من مات على التوحيد وعنده كبائر، وعنده كبائر، فمغفرة ذنوبه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. من مات على التوحيد وعنده كبائر فمغفرته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ما معنى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ معناها إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه. ولو عذبه، انتبه يا إخوة، لا يخلد في النار، لأن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا. الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، يعني الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر. يعني الخارجي إذا رآك أنت وقعت في الزنا يقول أنت كافر، يقول أنت كافر. فهذه خطورة المسألة، أن الخوارج يكفرون بالكبائر. أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان الذي يقع في الكبيرة هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا الفائدة الأولى قلنا من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار. الفائدة الثانية من مات على التوحيد، نركز على هذه الفائدة، وعنده كبائر، يشرب خمر، فمغفرة ذنوبه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نقول إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه، ولو عذبه لا يخلد في النار. الآية أو الفائدة الثالثة أن هذه الآية فيها رد على الخوارج. هذه الآية فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. هذه الآية نقول فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وأيضا فيها رد على المعتزلة. المعتزلة يرون أن صاحب الكبائر مخلد في النار. المعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. أيضا من فوائد هذه الآية نقول إثبات صفة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالله إذا شاء شيئا أراده. إذن هذه الآية هذه فيها من الفوائد العظيمة أن الإنسان يخاف على نفسه من الشرك، وكذلك يخاف على نفسه أن يموت على الشرك، ويخاف على أهله، ويخاف على أهله يعني حي، لأن هذا على الشرك خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. والمؤلف أيضا جاء بآية أخرى، قول الله سبحانه وتعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآية الذي يتكلم هو الخليل إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا، اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. وقال إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أجنبني معناها اجعلني في جانب واجعل الأصنام في جانب آخر. معنى أجنبني أي باعدني أو أبعدني منها، ابعدني من هذه الأصنام، لأن الأصنام سبب في الوقوع في الشرك. وهذه مسألة لا يعرفها كثير من الناس، أن قوم نوح أول ما وقعوا في الشرك كان هذا الشرك بسبب رجال صالحين. يعني قوم نوح عبدوا 5 رجال، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس قال هذه أسماء 5 رجال صالحين، ال5 هؤلاء عبدوهم قوم نوح. نحن الآن كل 5 إلا من رحم ربي عندكم إله يعبد. في السودان يعبد البرعي، في السودان يعبد المرغني، في مصر البدوي، الدسوقي، السيدة زينب، السيدة مريم، في العراق عبد القادر الجيلاني، في المغرب أحمد التيجاني، بل يعبدون مع الله ويدعونهم مع الله سبحانه وتعالى ويحسبون أن هذا دين. لذلك لا بد للإنسان أن يعرف الضد، لا يكفي معرفة التوحيد، لا بد أن تعرف ضد التوحيد وهو الشرك. فلذلك إذا كان إبراهيم عليه السلام مع منزلته العظيمة التي نالها من الله سبحانه وتعالى، وأن إبراهيم قاوم الأصنام وكسر الأصنام، الله سبحانه وتعالى يقول إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وإبراهيم عليه السلام يعني كان يقول لقومه هل يسمعونكم
إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هذا إبراهيم عليه السلام الذي أقام الحجة على قومه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع قوة إيمانه وشدة توحيده، إلا أنه خاف على نفسه من الوقوع في الشرك. لذلك إذا كان إبراهيم عليه السلام من بعد إبراهيم يأمن على نفسه، السبب أنه قال واجنبني وبني، أي باعد بيني واجعلني على جانب واجعل الأصنام على جانب. والأصنام لابد أن نعرف ما هي الأصنام وما هي الأوثان. فإبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى، والمراد قيل أن وبنية إما أن يكون يعني أبنائه من صلبه إسماعيل وإسحاق، أو المراد ذريته من جاء بعده. فإبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها مسألة أن الإنسان يكثر من دعاء الله عز وجل. والشاعر يقول الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاكثر من دعاء الله عز وجل، فإن الله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. فإبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، ولا بد أن الإنسان يخاف من الشرك أو يخاف من الرياء. لذلك في البخاري قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. فالأصنام جمع صنم، الأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله. فالصنم قد يكون صورة إنسان، أو قد يكون ضريح، أو قد يكون بناء، أو قد يكون قبر، فيصرف له الخوف ويصرف له الدعاء. من الطرائف عندنا في السودان التي حدثت في طرائف السودان أن الناس كانوا يأتون يعني قبر شيخ في السودان ويسألونه ويدعونه مع الله. هناك رجل سبحان الله كان يعني رجلا موحدا بالفطرة، كان الضريح مكان القبر يعمل فيه إنارة وبخور ويعطر حتى يزين لك المكان، وكان يوضع في على القبر نوع من القماش الغالي، قماش يغطى به القبر من فوق. فهذا الرجل الموحد دخل سبحان الله القبر وأخذ هذا القماش، كان غاليا، أخذه بالنهار يعني وذهب به. فلما جاء السدنة اللي هم الذين يكونوا في القبور دائما يعني يجلسون عند القبور، جاءوا السدنة فما وجدوا هذا القماش، قالوا من أخذه؟ قالوا رأينا فلانا يأخذه. فجاءوا به قالوا أنت سارق وأنت ما تخاف الله؟ قال لا والله لست بسارق أنا. قال لهم أنتم تأتون صاحب هذا القبر وتسألونه الغنى والرزق والشفاء، وهذا ما يحدث والله الذي لا رب سواه. يسألونه الذرية وهم نفسهم يدعونهم إلى أن يدعوهم مع الله. يعني بعض الأولياء في السودان يقول مريدي تمسك بي وكن واثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة. شوف هذا الشرك، يقول أنا لمريدي حافظا مما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوه، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. نرجع للقصة. الرجل قال لهم أنتم تأتون صاحب هذا القبر وتسألونه وتدعونه مع الله، هل يسمعكم ويستجيب؟ قالوا نعم. قال أنا أتيت إليه وقلت يا سيدي ويا شيخ فلان أنا أريد وأطلب منك هذا القماش. قال فأعطاني إياه. أنتم تسألونه الذرية والصحة والمال، وأنا طلبت منه هذا القماش فأعطاني. فبهتوا بهذا القول. لذلك إبراهيم عليه السلام قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، يا من تذهبون عند قبر البدوي وتعكفون عنده وتدعونه مع الله، هل يسمعكم؟ يا من تذهبون عند قبر عبد القادر الجيلاني وتدعونه مع الله، هل يسمعكم؟ فلذلك العلماء قالوا أن المعاصي قد تكون لها أسباب. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول حبب للناس أو زين للناس حب الشهوات، وذكر من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. معناها أن الإنسان بطبعه زين له حب الشهوات وقد يشتهيها وقد تميل إليه نفسه فيقع في معصية، شرب خمر يقع في زنا. فهذه المعصية لها دافع، فالسرقة لها دافع، شرب الخمر له دافع، فالزنا له دافع. أما الشرك أن تترك الله
العظيم الكريم الذي يسمع ويرى النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها ويرى الدم في عروقها ويسمعها، تترك الله الكريم وتقول مدد يا علي، وتقول مدد يا حسين، وتقول مدد يا عبد القادر الجيلاني. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك. لذلك الأصنام، فرق بين الأصنام والأوثان. الوثن أعم من الصنم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثن يعبد. والله سبحانه وتعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصنام قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. معناها بسبب هذه الأصنام وهذه الأوثان والاعتقاد في الأولياء. وسبحان الله بعض الناس حصر الولاية حصرها في عبد القادر وفي أحمد التجاني. يا أخي الولي له علامات. الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى ذلك؟ أولياء الله الولي يعني القريب، نقول أن هذه الإصبع تلي هذه الإصبع، أي قريبة منها. فأولياء الله لا خوف عليهم معناها يوم القيامة الولي لا يخاف يوم القيامة من الأهوال ومن النار، لا يخاف. فلا خوف عليهم معناها فيما يستقبلونه من الأهوال والصعاب. ولا هم يحزنون معناه لا يحزن الولي إذا مات في الدنيا وانتقل إلى الدار الآخرة، لا يحزن على هذه الدنيا لما يجده من النعيم. أعطيك مثال: إذا إنسان عنده دابة حمار يركبها ويذهب بها السوق ويرجع بها من السوق إلى بيته، هذا الحمار مات. فلما مات الحمار جاء رجل غني أعطاه سيارة آخر موديل، هل يفرح بالسيارة أم لا؟ يفرح، وإن كان يحزن على الحمار، لكن بمرور الوقت ينسى هذا الحزن لأنه وجد أفضل منه. فلذلك الله قال أن الولي، وهذا أجمل شيء، أن الإنسان لا يخاف من المستقبل، لا يخاف من الأهوال، لا يخاف إذا خاف الناس، ولا يحزن على الدنيا. يعني معناها الولي إذا مات لا يحزن على بيته أو على ماله، لأن ما عند الله أفضل له. لذلك لا بد أن نحارب الطواغيت. والطواغيت من هم؟ هم الذين يدعون الناس إلى عبادتهم، ويقولوا إن كنت في هم. عندنا رجل في السودان اسمه المرغني يعبد مع الله. هذا الرجل قال في شعره، قال: إن كنت في هم وغم فقل يا مرغني آتيك بسرعة. شو هذا الكفر؟ كفر بالله. يقول: إن كنت في هم وغم فقل يا مرغني آتيك بسرعة. فلذلك إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الرياء وخاف على نفسه من الشرك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. والرياء معناها أن الإنسان يحب أن يرى أمام الناس، أو أن يمدح أمام الناس بأنه كثير العبادة أو أنه كثير الإحسان. وهذا الرياء طبعا يبطل العمل. فالرياء إما أن يكون في أول العبادة وإما أن يدخلها. مثال ذلك إنسان يصلي وحده فيقرأ صلاة جهرية فيقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فلما دخل الناس في الركعة الثانية إلى بيته ووجدوه يصلي، أول كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما دخل الناس فحسن تلاوته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. معناه هنا حسن حتى يراه الناس. فالرياء عمل يتقرب به إلى الله يراد به الدنيا، إما المدح والثناء، وهذا هو الرياء. فإبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الرياء. إذن هذه الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المراد بهذا البلد هو مكة المكرمة، حفظها الله وأمنها الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا معناه مطمئن أهله، وجنبني معناه باعد بيني وبين الأصنام. وقلنا الأصنام جميع صنم، وهو ما نحت على صورة إنسان أو غيره وعبد مع الله سبحانه وتعالى. خلاصة هذه الآية يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالاستقرار. وذلك يعني إذا الإنسان أو الناس ما كان في استقرار وكان في فوضى وكان في خوف، لأن الخوف وعدم الأمن يمنعان الناس من أداء المناسك. سبحان الله مكة الآن بلد أمان، بلد فيها خيرات، بلد فيها الطمأنينة. فلذلك
الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة إبراهيم عليه السلام. طيب نكتب الفوائد، نكتب الفوائد. ها من الذين يكتبون في الجروب تحت؟ أول فائدة نقول فضل مكة على غيرها. أول فائدة مكة على غيرها. أنا مكة الله سبحانه وتعالى جعلها بلدا آمنا، والله سبحانه وتعالى جعل فيها الأمن، والأمن أصلا هو من أسباب، يعني من أسباب وجود الأمن التوحيد. إذا كان البلد فيها توحيد يكون فيها أمن. يعني مثلا الآن المملكة العربية السعودية أنت تذهب من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، وأنت مطمئن في مالك وفي نفسك وفي أهلك، وتحس بالأمان وما في خوف. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ألا فتحنا عليهم بركات من السماء. إذن لا بد أن نسعى في نشر التوحيد، ولا بد أن نعلم الناس الشرك، أن الشرك يكون أن تصرف شيئا من أنواع العبادة كالخوف والدعاء والرجاء والتوكل والإنابة والخشية لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بين أهمية الدعوة إلى الله عز وجل ولو بالكلمة. والله سبحانه وتعالى مدح رجلا في القرآن، هذا الرجل مدحه بأنه قال كلاما بسيطا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف أقصى المدينة وطرف المدائن دل دائما الفقراء هم أقرب الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هرقل سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتباع الرسول فقراء الناس أم أشرافهم؟ فقال أبو سفيان بل فقراءهم فقراء. فقال هرقل هم أتباع الرسل. الإنسان كلما كان فقيرا كان متواضعا، كان قلبه لينا لقبول الحق. الفائدة الثانية دعاء إبراهيم لمكة بالأمن والاستقرار. دعاء، نكتب يا إخوة. الفائدة الثانية دعاء إبراهيم لمكة بالأمن والاستقرار وقد استجاب الله دعوته. دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة بالأمن والاستقرار وقد استجاب الله دعوته. الفائدة الثالثة إثبات نفع الدعاء. الإنسان يدعو والدعاء هذا مجاني، أنت ما خسران شيء. فلذلك أنا والله جربتها قلت لكم الإنسان يدعو ولو أراد أن يشتري خضارا من السوق، خضار دركم 5 ريال 10 ريال طماطم، رايح السوق أو أنت رايح السوق تشتري طماطم، عليك أن تدعو الله عز وجل، عليك أن تدعو الله تقول اللهم أسألك، يعني أرخصه وأفضله. فلا تترك الدعاء هذا يعني يفتح أبواب السماء. إذا إثبات نفع الدعاء. أيضا من الفوائد أن أصل دين الرسل واحد، وهو التوحيد. يعني هذه الآية فيها رد على مشركي مكة أنهم قالوا على دين إبراهيم، نحن على دين إبراهيم، وهم كذبوا في ذلك، بل إن إبراهيم كان داعية إلى التوحيد. لذلك إياك أن تكون من دعاة السوء، والله وبالله وتالله الآن وما أكثرهم دعاة الأخوان المسلمين دعاة السوء لا يحذرون الناس من الشرك، بل يأتون بالقصص. كنت في سيارة فإذا بامرأة كبيرة جاءتني ويحكي في القصص وأنت تبكي وأنت تبكي، ويبكون الناس ولا يعلمونهم الدين. تجده في غناء ثانية، في غناء ثالثة، في اليوم في 4 قنوات فضائية، ويتكلم عن بر الوالدين، يتكلم عن حقوق المرأة، يتكلم عن حقوق، ولا يتكلم عن حق الله عز وجل وهو الشرك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال هو الرياء. ومعنى الرياء أن الإنسان يتصنع أمام الناس بإتقان الصلاة حتى يمدحوه. الإنسان قد يقع في المعصية، ولا بد أن نفرق أن الإنسان قد يقع في معصية وهو مستتر بستر الله، وهذا لا يعني أنه وقع في الرياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالإنسان إذا وقع في معصية فيكون انكساره بعد المعصية يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، فلا يعني أنه مرائي. الشيطان قد يأتي يقول أنت تعظ الناس أو أنت وتقع في المعصية، لا. الشاعر يقول فمن لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ في العالمين بعد محمد. لا يجعلك الوقوع في المعصية أن تكف عن دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. فرب كلمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل الكلمة لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها الدرجات. تخيل أخي وأختي كلمة تقولها من رضوان الله فيرفعك الله بها درجات. أيضا من فوائد الآية
استحباب دعاء الشخص لذريته. إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهنا إبراهيم عليه السلام دعا له ولأبنائه. من الفوائد نقول استحباب دعاء الشخص لذريته. أيضا من الفوائد تحريم عبادة الأصنام. وبعض الناس لجهلهم يقول نحن ما نعبد غير الله، نحن نتقرب إلى الله بالحسين، فنقول يا الله بجاه الحسين اغفر لنا، يا الله بجاه علي أشفنا. نحن ما نعبده، يقول نحن ما نعبده، نحن نتقرب به إلى الله. طيب المشركين ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعبدون اللات والعزى وهبل ومنات. طيب لما سألهم الله سبحانه وتعالى على لسان النبي لماذا تعبدونهم؟ ماذا قالوا؟ يعلمون أن اللات ليس خالق والعزى ليس مالك، فعبدوهم. لماذا؟ اسمع الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. اسمع لهذه الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. معناها أن العلة من عبادة اللات والعزى وهبل أننا نسأل الله بجاههم أن يغفر لنا، لأن اللات كان رجلا يرد السويق للحجاج، يجيب السمن مع العسل ويعمل أكلة فيطعم بها الحجاج. إذن والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، معناها أرادوا أن اللات تقربهم إلى الله، وأراد الشيعة أن الحسين يقربهم إلى الله، وأراد الصوفية أن أحمد التجاني يقربهم إلى الله، وهذا هو الشرك. طيب ننتقل إلى آية أو إلى حديث آخر في الباب. طيب قال في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال وهو الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طيب إن شاء الله لهذا الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. نشرح الكلمات. يدعو، المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة، أن الدعاء ينقسم إلى قسمين. الدعاء ينقسم إلى دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة الصلاة، الصوم، الحج، هذه يسميها دعاء عبادة، لأن الإنسان يفعلها فيرجو من الله أن يغفر له وأن يكرمه وأن يدخله الجنة، يسمى دعاء العبادة. دعاء المسألة وهو طلب الداعي من الله أن يكف عنه شرا أو أن يجلب له خيرا، إذن الدعاء من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند عن الشبيه أو النظير يسمى ند. الله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان إذا مات، طبعا إذا قبل أن يموت تاب الله عليه من مات، لأن التوبة لا تقبل في الحالتين، التوبة عندها شروط. الشرط الأول يعني يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا الإنسان يعني تاب في وقت القرقرة لا تقبل التوبة، وكذلك إذا الإنسان مات أو يعني تاب عند ظهور آيات الله لا تقبل توبته. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذه يسميها العلماء توبة اضطرارية. فرعون عليه من الله ما يستحق، قال الله حتى إذا أدركه الغرق، فرعون وهو في سكرات الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. هنا الله قال الآن وقد عصيت، معناها هذه هنا توبة اضطرارية. أما الإنسان إذا تاب قبل هذه الأشياء تاب الله سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى يعني يأمر بالتوبة ويحث عليها ويحب التوبة. جاء في الحديث أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على أرض بعير بفلاة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نرجع للآية أو الحديث. من مات معناه إذا قبل أن يموت تاب من دعاء غير الله لا يدخل في هذا الحديث. أما الإنسان إذا مات إلى أن جاءه طبعا سكرة الموت، أنا سألت مرة سؤال في درس سابق قلنا الإنسان يسأل، أشوف الناس مذكرين وما مذكرين، يسأل الإنسان المشرك قبل موته ما هو السؤال الذي يسأل له؟ من يكتب الجواب؟ الإنسان المشرك يسأل قبل أن يموت
سؤال: من السائل وما هو السؤال؟ من يكتب تحت سريع بالله اكتبه. أعيد ثاني: المشركين قبل أن يموتوا، المشركين قبل أن يموتوا يسألون. يسألون. من السائل قلنا؟ المشركين يسألون. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ نسمع الآية. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. قالوا ضلوا عنا. نعيد ثاني: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني الملائكة جاءوا إلى الذين يدعون غير الله، يدعون الحسين مع الله، يدعون عبد القادر، تأتيهم الملائكة: أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ما وجدناهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذا نشرح الحديث: من مات معناها هذا إذا مات أو تاب قبل موته يقبل منه التوبة. يدعو، قلنا المراد بالدعاء دعاء المسألة، ندا الند هو الشبيه أو النظير. طيب نجي شرح الآية أو شرح الحديث. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من صرف شيئا من الدعاء، أن الدعاء من خصائص الله. أن عرفنا الشرك، قلنا أن الشرك تسوية غير الله بالله. نحفظها يا إخوة: الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فالدعاء أمر الله به ويحبه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت صرفت هذا الدعاء لغير الله، إذا تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. إذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من صرف شيئا من خصائص الله لغيره ومات مصرا على ذلك، ومات مصرا على ذلك، فإن مآله إلى النار. مآله وين؟ إلى النار. إذا نقول فوائد هذا الحديث: أول فائدة: من مات على الشرك دخل النار. من مات على الشرك دخل النار، فإن كان شركا أكبر. نعيد ثاني: أول فائدة قلنا من مات على الشرك دخل النار، هذا هو المسألة. فإن كان شركا أكبر خلد فيها. فإن كان شركا أكبر خلد فيها. وإن كان أصغر عذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج. نعيد ثاني: من مات على الشرك دخل النار، هذا هو المسألة. المسألة الثانية: فإن كان شركا أكبر زي صرف الدعاء، قال يا عبد القادر أشفني، يا حسين أشفني. فإن كان شركا أكبر خلد فيها، خلد فيها. وإن كان أصغر عذب ما شاء الله له. شرك أصغر كيف؟ مثلا كالحلف بغير الله، يحلف بالأمانة، يحلف بالنعمة، يحلف بزوجته، يحلف بذريته، هذا شرك أصغر. أيضا من فوائد الآية أو الحديث أن العبرة بالخواتيم. أن العبرة بالخواتيم، على الإنسان قبل أن يموت إذا تاب من الشرك تاب الله سبحانه وتعالى عليه. طيب الحديث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل، أقصد يقول من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار. هنا مسألة يا إخوة لا بد أن نفهم أن أضل إنسان على وجه الأرض هو الذي يدعو غير الله. ما الدليل؟ من يعطيني دليلا؟ أنا قلت شيئا أريد دليل. آية: أضل إنسان على وجه الأرض هو الذي يدعو غير الله. نريد دليل؟ نريد دليلا. نريد دليل أن أضل إنسان هو الذي يدعو غير الله. أضل إنسان هو الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. نريد دليل على هذا الأمر. من هو؟ أن أضل إنسان هو الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. أين الدليل؟
أضل إنسان هو الذي يدعو غير الله. أكتب الدليل. ها. أضل إنسان هو الذي يدعو غير الله عز وجل. دليل. ما وجدت دليل؟ طيب الدليل هو آية حتى أقرب المسألة. آية في سورة الأحقاف. آية في سورة الأحقاف. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذه هي الآية. هذا الحديث نريد آية في سورة الأحقاف. ممتاز. آية 5. آية 5 ومصعب. ممتازة. آية 5. آية 5 من سورة الأحقاف. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. يعني لا أحد أضل، معناها لا أحد أضل من الذي يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. معناها غير الله عز وجل لا يستجيب لك إلى يوم القيامة. لو دعوت غير الله قال وهم عن دعائهم غافلون. أنا أنت يا من تدعو غير الله، غير الله لا يسمع. والله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله سبحانه وتعالى شرك. إذا نقول الآية لو سئلنا من هو أضل مخلوق نقول أضل إنسان الذي يدعو عبد القادر الجيلاني ويدعو أحمد التيجاني ويدعو البدوي ويدعو البرعي ويدعو الأموات كالحسن والحسين وعلي. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين قال لهم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. هذه آية قبلها. يعني يا من تعبدون عبد القادر، هل عبد القادر الجيلاني خلق شيئا مع الله؟ هل يوما من الأيام وجدنا سماء غير سماء الله؟ هل وجدنا أرض غير أرض الله؟ هل وجدنا زرع غير زرع الله؟ لذلك قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ماذا خلقوا؟ أم لهم شرك في السماوات؟ يعني هل هؤلاء يشاركون الله في سماواته؟ إذن لماذا تعبدهم مع الله؟ هل خلقوا مع الله؟ شوف هذا السؤال. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، يعني أخبروني ماذا خلقوا مع الله. طيب هل لهم شرك؟ هل شاركوا الله في خلقه؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضري أو أرادني هل هن كاشفات ضري. فلذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى من أخطر المسائل، ولا بد أن نخاف على أنفسنا من الشرك، فإن الشرك أمره خطير. طيب نختم أو نقول فوائد هذا الحديث قد ذكرناها. فوائد هذا الحديث: أول شيء هو الفائدة الأولى نقول طيب استغفر الله. ذكرنا الفائدة، قلنا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أول شيء هذا الحديث فيه إثبات الجنة والنار، إثبات الجنة والنار، وأن الجنة هي دار أعدها الله لأوليائه، والنار أعدها الله للمعاندين وللكافرين. وكذلك فوائد هذا الحديث أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله، أن الدعاء عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيضا من الفوائد: من مات على التوحيد لا يخلد في النار. هذه مسألة مهمة جدا. من مات على التوحيد لا يخلد في النار. إذا كان لم يقترف كبائر يدخل الجنة، إذا اقترف الكبائر وتاب منها يدخل الجنة. نعيد ثاني: من مات على التوحيد ووقع في الكبائر، لا نعيد ثاني، مات على التوحيد ولم يقع في الكبائر دخل الجنة. مات على التوحيد وقع في الكبائر تاب منها دخل الجنة. مات على التوحيد ومات على الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. مات على التوحيد ومات على الكبائر تحت مشيئة الله ولا يخلد في النار، ولا يخلد في النار. أيضا من مات على الشرك وجبت له النار، من مات على الشرك وجبت له النار.
وهذا فيه أن التوحيد فضله عظيم، وأنه يكفر الذنوب مهما بلغت ومهما عظمت الذنوب، فإن التوحيد يكفر هذه المعاصي. فلا بد أن ندعو الناس إليه، وأن نحذرهم من الشرك والوقوع فيه، لأنه من خصائص الله، من خصائص الله. فلا يعني يليق بالمسلم أن الله خلقه ورزقه ويحييه ويميته ويدعو غير الله عز وجل. وما أكثر الآيات التي تتكلم عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك آيات كثيرة. إبراهيم عليه السلام يعني قال لقومه أو قال لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. والله سبحانه وتعالى أيضا بين لنا أن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، معناها البدوي وعبد القادر الجيلاني، وهؤلاء عباد محتاجون إلى الله، يعني يطعمهم الله، يشفيهم الله، يسقيهم الله، يطعمهم الله. فكيف لنا أن نترك الخالق المالك المدبر ونعبد المخلوق؟ لذلك الله يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. طيب التحدي هنا، اسمع الآية، قال: فادعوهم فليستجيبوا لكم. جرب أنت الآن، جرب، قل يا عبد القادر الجيلاني جرب. قال: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والله سبحانه وتعالى يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول لك: نحن ما نعبد عبد القادر الجيلاني، نحن نريد بجاه عبد القادر. نحن ما نعبد الحسين، بجاه الحسين، معناه الحسين يشفع لنا عند الله. والله يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، معناه أنت المشركين. الله سبحانه وتعالى يقول يعني: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. عبد القادر والحسين واللات أولئك رجال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعث. لذلك الله يقول: لا تشرك، ادعو تفهمك اختي في الله كوره قاعد كف ما اكثر لا تفهم ما اكثر علم الغيب فهم كيف تكون داعيه للتوحيد. يوسف عليه السلام دخل السجن، قال: يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. لذلك علينا ان نحمد الدعوه الى التوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام 13 سنه يدعو الى التوحيد. نوح عليه السلام قال: اني دعوت قومي ليلا ونهارا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمه السعاده. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين. بارك الله فيكم، واشكركم جميعا على حسن استماعكم، ويعني هذه الاوقات التي جلست فيها سماع هذا الدرس. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله في الجميع، ولا تنسونا من دعواتكم. ونحن ان شاء الله درسنا في الغناء الى ان نكمل كتاب التوحيد. اذا وجدنا وقت ان شاء الله نشرح كتابا غيره. نسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضى، انه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله في الجميع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.